بيقولوا ان واحد من اهم ملامح التعبير عن الحب هو الاهتمام بالتفاصيل. فلان بيهتم بتفاصيلك اذا هو بيحبك، فلان انت مش فارق معاه تفاصيلك ولا هتفرق معاه. بيقولوا كمان ان خجلك وكسوفك ممكن يكونوا بداية لتجارة كبيرة عظيمة. قالوا كتير مش كده؟ تعالوا احنا بقى نقول. سنة 1975 في أمريكا المواطن الأمريكي روي رايموند كان عايز يجيب هدية لمراته في عيد ميلادها. المشكلة إن روي عمره ما أثر في موضوع الهدايا ده مع مراته، سواء في فترة قبل ما يتخطبوا أو فترة الخطوبة أو فترة الجواز بتاعهم اللي كانت مطولة شوية. طيب هيجيب لها إيه؟ أجيب لها ساعة؟ ما أنا جبت قبل كده ساعات كتير. أجيب لها إيه؟ حذاء؟ ما أنا جبت قبل كده حذاء كتير جدا. أجيب لها شنطة؟ جبت شنط. أجيب لها مستحضرات تجميل؟ البيت مليان. من كتر ما هو كان بيجيب لها هديه في كل همسه ولمسه، يعني خلاص بقت البيت كله مليان هدايا، فالاختيارات قلت، ما بقاش عارف يجيب ايه. هو دايما بيحب يبتكر، دايما بيحب يعمل حاجه جديده، حاجه صايعه، حاجه بتاعت. قعد عصر دماغه ما لقاش، لغايه ما يعني هدى تفكيره كده، خلاص انا هجيب لها ملابس داخليه، هختار لها كده نوع غالي وشيك واروح اشتريه لها. طب انت بتفهم في الكلام ده يا عم روي؟ لا ما بفهمش، بس اكيد يعني الموضوع يبقى سهل، يعني مش كيمياء هي. راح توجه لمحل من المحلات، من اشهر المحلات وقتها يعني في بيع الملابس الداخليه بتاعت السيدات، ودخل لقى المحل اللي بيبيعوا فيه كلهم رجاله اصلا، يعني اول ما دخل لقاهم كلهم رجاله اللي واقفين. فطبعا اتحرج، استجمع كده شجاعته وراح لاكتر واحد هو استلطفه يعني. مساء الخير، كنت عايز اشتري ملابس داخليه لمراتي. الولد البياع لانه متعود انه يجي رجاله او ستات عادي جدا، بيتعامل مع كل الانواع، فمش فارق معاه، بيقولوا تمام. طيب بدا بقى يساله اسئله. طيب المقاس قد ايه؟ طيب هي وزنها قد ايه؟ شكل جسمها عامل ازاي؟ الالوان المفضله ليها ايه؟ الاسئله. روي لما عمال يسمع عمال يتوتر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه قله الادب وقله الذوق بتاعته؟ ازاي يسالني عن حاجات زي كده وانا هجاوبه ازاي عن حاجات زي كده؟ يقول لي مقاس مراتك كام وشكل جسمها عامل ازاي؟ لا لا، ايه الاحراج ده؟ ايه؟ وقعد الولد بيسال اسئله كتير وروي عمال يعرق ويتلجلج في الاجابه، مش عارف يرد، لدرجه ان الولد البياع اتخنق منه. عمال اسالك اسئله كتير وانت مش عايز ترد على ولا سؤال، فها يلا خلص. قعد يفش وينفخ الولد البياع. فيروح روي راح نفسه لا مكسوف جدا وخجلان جدا ووشه احمر، كان هينفجر وشه من كتر الاحمرار. خد بعضه وراح خارج من المحل من غير ما يرد على الولد. قعد يتمشى كده في الشارع مخنوق جدا. ازاي انا عايز اجيب هديه لمراتي وابقى في قمه الاحراج ده. هو اصلا شخص خجول بطبعه يعني، فتخيل كمان لما يكون خجول بطبعه وكمان يتعرض للاسئله دي. كان موقف في قمه الغرابه وقمه السوء. قعد مخنوق على الموضوع ده يومين بالظبط، وعمال يفكر ازاي يعني انا ايه الموقف ده؟ طب كم واحد غيري بيتعرضوا لنفس الموقف؟ طب انت عيد ميلاد مراتك قرب يا عم، خلص، هتجيب لها ايه؟ اخلص. فراح جاب لها حاجه عاديه، جاب لها كتاب او مجموعه كتب يعني، خلاص ما كانش جابها لها قبل كده، وهي ما بتحبش القرايه، بس ايه يعني الكتب بتتكلم عن الموضه وبتاع، فقال لك ممكن تحب ان هي تتفرج عليهم، ومجلات وكده وبتاع، كتب ومجلات. اداها الحاجه وعمال يفكر. اختمرت في دماغه فكره رهيبه، قال انا عايز اعمل محل مخصص في بيع الملابس الداخليه للسيدات، ويكون بشرط يكون رقم واحد كل اللي بيبيعوا فيه سيدات، ما يكونش فيه رجاله خالص واقفين، عشان لو حط نفس الموقف المحرج اللي انا كنت فيه النهارده يبقى الموضوع ايه؟ ما فيهوش احراج. ده رقم واحد. رقم اتنين، طيب لو دخل راجل عشان عايز يشتري وقابلته البنت اللي بتبيع، توري له صور ونماذج واشكال من غير ما تتكلم ومن غير ما تحطه في احراج. هو يختار من المجله دي او الشكل اللي قدامه ده كذا شكل. انا مراتي قريبه للشكل الفلاني، انا هي تقريبا الشكل العلاني كده. او كمان تسهل عليه الموضوع بان هي توري له نماذج من غير ما تساله. ما تسالوش الشخص اللي قدامكم هو عايز مقاس لو راجل، لكن طبعا لو ست هتتعامل عادي يعني. فده كان اول شرط واهم شرط، ويمكن تقريبا الشرط الوحيد، ان كل اللي يقفوا في المحل يكونوا ستات. انا هعمل محل ملابس داخليه للسيدات وكل اللي بيبيعوا فيها يكونوا ستات، من اول المديره لحد عامله النظافه. وعمل فعلا روي رايموند المشروع ده اللي النهارده في سنه 2025 مش هتتخيلوا اللي هو ايه، اللي هو مجموعه محلات فيكتوريا سيكريت او براند فيكتوريا سيكريت، اللي وسع وبقى يضم كمان تحته غير موضوع الملابس الداخليه، بيضم مستحضرات التجميل وبيضم الاحذيه وبيضم الشنط وبيضم حاجات كتير جدا جدا جدا. والبدايه كانت من الاهتمام بالتفاصيل، التركيز في التفاصيل. واحد غيره كان ممكن يعدي الموقف يقول لك انا ما لقيتش حاجه تليق على مراتي، انا مش هجيب خالص، مش هشتري، ويطنش. لكن هو قاعد يفكر لا، في الموضوع ده مهم، الموضوع ده يهم رجاله كتير.
التفاصيل الصغيره اللي سالني عنها العامل واحرجني وكسفني بسببها، رجاله كتير هيتكسفوا برضه بسببها. فبالتالي لما نلاقي لهم بديل او نلاقي لهم حاجه تشيل من عليهم الخجل ده، المشروع ده هينجح جدا. ونجح النهارده فعلا المشروع جدا، وثروه تقدر للمشروع نفسه يعني بمليارات الدولارات. رغم ان هو توفى روي دايموند، لكن ولاده بيستمتعوا بهذه الثروه اللي بداها والدهم، اللي قرر يهتم بالتفاصيل، وبسبب اهتمامه بالتفاصيل وصل البراند اللي هو بيرعاه واللي هو بدأه لكل هذا النجاح. الاهتمام بالتفاصيل دايما نهايته مكسب. اللي بيهتموا بالتفاصيل مش فاضيين ولا مروشين ولا مهووسين. اي حاجة فيها اهتمام بالتفاصيل لازم في الاخر تنجح. شغل، علاقات، تجارب جديدة، كله بينجح لو فيه اهتمام بالتفاصيل. عادي انك انت تتاخر في تسليم الشغل بتاعك شويه بسيطه، لو ده هيكون في مقابل انك انت تهتم بكل تنتوفه وكل تفصيله فيه وتسلمه كامل 100%. عادي انك انت تتاخري في الجواز او انت تتاخر في الارتباط والجواز في مقابل انك تحاول تختار شريك حياه يكون دماغه لايقه قوي على دماغك وفي كل الحاجات اللي تهمك واللي انت كمان تقدر تستريح معاها. اتاخر شويه مش مشكله في الارتباط لو ده هيكون ثمنه ان يكون معايا شريك ملائم ليا. يعني حتى في الحب انت لما بتحب حد ما بتحبوش عشان سبب واحد، انت بتحبه عشان مجموعه تفاصيل صغيره كده في شخصيته اتجمعوا كلهم مع بعض فعملوا الحاله اللي اسمها الحب. كل حاجه مبنيه على التفاصيل لازم تنجح. طيب لو الاهتمام بالتفاصيل اتسببت في قفل ابواب كانت مفتوحه وخلتك تشوف ناس على حقيقتهم السيئه اللي انت ما كنتش تعرفها، يا سلام عز الطلب. دايما الحقيقه بحلوها وبمرها معششه في التفاصيل. التفاصيل ممكن تبان تافهه او صغيره او سهله، بس في النهايه هي المكون للصوره الكبيره. الوقت الرايح في الاهتمام بالتفاصيل وقت ابدا مش ضايع.